خليني اقول لك حاجه كده، لو فاكر ان شركات العربيات كلها جايه من اوروبا وامريكا بس، يبقى لازم تعيد تفكيرك. الشركه اللي بنتكلم عليها النهارده هي جي اي سي. يعني ببساطه هي شركه صينيه، بس مش اي شركه. جي اي سي تعتبر من عمالقه صناعه السيارات في الصين، وواحده من اكتر الشركات اللي بتهتم بالجوده والتكنولوجيا. الغريب والمميز بقى ان جي اي سي مش بتكتفي بالسوق الصيني، لا دي عامله زي الطالب الشاطر اللي عينه على المركز الاول. بتصدر عربياتها لاسواق كتير حوالين العالم، وبتتحالف مع شركات جبارة زي تويوتا وهوندا، كأنها بتاخد كورسات مع الكبار وتطلع بأفكار جديدة. وعشان نكمل الشياكة، جي اي سي بتهتم جدا بتصميمات العربيات، يعني مش بس عملية، كمان شكلها كأنك بتلبس بدلة سهرة كل يوم. وده السبب اللي مخلي عربياتهم تاخد العين أول ما تشوفها. بس استنى، كل الكلام ده هتشوفه بنفسك لما ندخل في تفاصيل واحدة من أجمد عربياتهم، وهي جي اي سي امباو، اللي صممتها عشان تحس انك نجم في فيلم اكشن كل ما تدوس على البنزين. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنتعرف على جي اي سي امباو. جي اي سي امباو عربية بتصنف كومباكت سيدان مدمجة، والعربية متوفرة بثلاث فئات اسعارهم في الوقت الحالي: 1,100,000 للفئة الأولى، و1,250,000 للفئة الثانية، و1,360,000 للفئة الثالثة. وتقدر تشوف اسعارهم محدثه من خلال موقع كونتاكت كارز، هسيب لك اللينك في الوصف. التصميم الخارجي للعربيه اول ما تشوفه بيوحيلك ان العربيه دي فور دور كوبي، يعني كوبي رباعي الابواب. ولكن زي ما قلنا ان العربيه دي كومباكت سيدان. العربيه بتتميز بتصميم شكله رياضي وحلو قوي، ملفت للانتباه وتخلي اي حد ماشي في الشارع يبص عليها. العربيه دي مميزه بلمسات من اللون الاصفر اللي بتحل شكل العربيه، وكمان فيها شبك كبير بيشبه الشكل السداسي، مع مصابيح LED بتكون حاده وشكلها حديث، وفيها إضاءة نهارية بتديها طابع رياضي مميز. والعربية فيها خطوط منحنية بتظهر بوضوح على الأبواب، وده بيديها شكل انسيابي ورياضي أكتر، مع شكل الجنط اللي وراه كاليبرز فرامل لونها أصفر. وفي ظهر العربية هتلاقي أحلى حاجة فيها، وهو الديفيوزر وفتحات الإكزوست اللي هتسمع أحلى صوت عشان تبقى باقة الشبحانة كاملة معانا. ندخل بقى نكمل انبهار جوه العربيه. العربيه دي يا جماعه متعوب عليها في التصميم. على فكره العربيه بتقدم لك تصميم داخلي رائع ومتناسق، بدايه من الكراسي الجلد اللي مميزه بتطعيمات من اللون الاصفر او الاحمر على حسب الفئه، وازرار التحكم اللي موجهه وقريبه منك عشان تاخد احساس كبير بانك واخد وضعك جوه العربيه. العربيه بتقدم لك وضعيه قياده رياضيه منخفضه وممتازه، وعلى فكره دي من افضل العربيات اللي شاطره في النقطه دي من حيث الفئه السعريه دي. العربية بتقدم لك باقة هايلة جدا من التجهيزات، بداية من الخامات اللي جودتها ممتازة وجودة تقفيلها هايلة، وعندك إمكانية تشغيل المحرك عن بعد ودخول وتشغيل بدون مفتاح، وكرسي كهرباء للسائق مع وجود سخانات بالكراسي الأمامية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تصميمها جامد ومثير ومتميزة بخامات من الجلد، وشاشة عدادات ديجيتال مقاس 7 بوصة، وشاشة طرفية متوجهة ناحيتك بمقاس 10.25 بوصة فيها أندرويد أوتو وآبل كار بلاي. والشاشة دي بتقدم لك 5 وضعيات قيادة تقدر تبدل ما بينهم، وتقدر تغير لون الإضاءة الليلية داخل المكسورة، وكمان تقدر تتحكم في فتحة الزجاج الجانبي وفتحة السقف من خلال الشاشة. بص كده، عشان مهما أقول مش هيكفي، العربية دي فيها كمية دلع لازم تخش تبحث عنهم عشان الوقت مش هيكفي أقولهم كلهم. مساحات الركوب في العربية ممتازة، ما فيهاش أي نقاط سلبية، عدا بس مساحات الرأس مش كبيرة بالنسبة للركاب اللي ورا، وده عشان تصميم العربية وده طبيعي. ومساحات الرؤية في العربية ممتازة، مفيش نقط عمياء، والعربية فيها فتحة سقف. مساحات التخزين في المكسوره جيده، ومساحه الشنطه الخلفيه رسميا 540 لتر. نتكلم بقى عن اهم حاجه في العربيه دي، طبعا مع التصميم الوحشي اللي يخلي الادرينالين يعلى ده، لازم يكون وراه محرك وفتيس رياضيين. العربيه دي عليها موتور 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، بيطلع قوه 170 حصان وعزم 270 نيوتن متر، والموتور ده متوصل بفتيس ديول كلاتش ويت 7 سرعات. والفتيس ده نقطه مميزه في العربيه، انه ديول كلاتش ويت مش ديول كلاتش دراي. والعربية بدفع أمام العجلات أرقام الأداء من 0 ل 100 في 7.1 ثانية. متوسط استهلاك البنزين في العربية دي 8 لتر لكل 100 كيلومتر، ولما يعلى معاك مع الجري وكده مش هيعدي 9 لتر. أداء الموتور في العربية هايل، مش مأثر معاك على مختلف السرعات، ومش هتحس منه بأي عجز تماما، وبيأدي معاك بشكل ممتاز وقوي. وأداء الفتيس على وضعيات القيادة العادية هتلاقيه بيأدي أداء فتيس أوتوماتيك عادي، ودي نقطة إيجابية عشان يحافظ على عمر الكلتشات.
ولكن لما تحط العربيه على سبورت مود الفتيس هيوريك الديول كلاتش اللي جواه وهيخنق الموتور على اعلى ار بي ام عشان تشوف الاكشن والاثاره. بالنسبه بقى لنظام التعليق فهو مايل للثبات بشكل كبير اكتر من الراحه. ثبات العربيه ممتاز وهايل وتقدر تناور بالعربيه وانت مطمن وتدخل ملفات على سرعه عاليه عادي جدا. ولكن مع المنظومه الرياضيه اللي اتكلمنا عنها دي من حيث الموتور والفتيس والعفشه هيقابلك طقم الكاوتش بتاع العربيه وهيضايقك في التجربه دي. طقم الكاوتش بتاع العربيه دي جودته رديئه ومش مناسب للتوليفه المثيره جدا دي. اما بقى عن عزل الصوت فعزل الصوت في العربيه مقبول نسبيا. هتسمع صوت الهواء مع السرعات المتوسطه 90 فما فوق، وهتسمع صوت التفاعل الارضي وصوت المحرك والاكزوست. وطبعا انت لو جايب العربيه دي عشان الرياضيه الحاجات دي مش هتفرق معاك اصلا. تكييف العربيه دي فيه نقطتين سلبيتين. اول نقطه ان صوت المراوح بتاع التكييف عاليه قوي ومزعجه، وتاني نقطه ان التكييف ورا فتحه واحده ودي مشكله بالنسبه للي قاعد ورا. ولكن التكييف اداؤه في العموم جيد جدا، بيبرد المقصوره بشكل جيد جدا. نيجي بقى لانظمه الامان اللي هتظبط معانا اللقطه مع العربيه دي. العربيه دي اول حاجه ملهاش اختبارات امان ودي نقطه سلبيه في العربيه. والعربيه بتيجي بتجهيزات امان من اول الفئه الاولى، 2 ايرباج واي بي اس نظام منع انغلاق الفرامل، واي بي دي نظام توزيع قوه الفرامل على العجلات، وي اس بي نظام الثبات الالكتروني، وتي بي ام اس نظام مراقبه ضغط الاطارات. بيزيد بقى عليهم في الفئه الثانيه والثالثه الايرباج بيكونوا 6 ايرباج. وانظمه الامان النشط في العربيه في الفئه الثانيه والثالثه عندك فرونت كوليجن وورنينج نظام تحذير من التصادم الامامي، وفي كمان فرامل طوارئ ايمرجنسي بريك، وعندك كمان نظام المحافظه على الحاره المروريه لين كيب اسيست. وكمان العربيه فيها مثبت سرعه ذكي وتفاعلي تظبط عليه اقصى سرعه عايزه العربيه تمشي عليها وتسيبها. هي هتظبط نفسها، لو في عربيه قدامها هتهدي وتاخد سرعتها، ولو العربيه اللي قدامها وقفت هتقف هي كمان، ولما اللي قدامها تطلع وراه بسرعه اللي قدامها كده. يعني العربيه هتتفاعل على حسب العربيه اللي قدامها، ولو ما قدامهاش حد هتاخد اقصى سرعه انت مديها لها. الخلاصه معانا في جي اي سي امباو، العربيه دي موجهه للشباب وللناس اللي بتحب الرياضيه وارقام الاداء العاليه. العربيه دي قيمه مقابل سعر قوي من حيث تجربه القياده الرياضيه والاداء القوي والتصميم الرائع والمميز. كمان العربيه دي ممتازه من حيث جوده الخامات والتقفيل والتجهيزات الكتيره قوي وانظمه الامان المهمه والفعاله فيها بشكل ممتاز. ما فيهاش عيوب بس غير ان العفشه بتاعه العربيه ناشفه قوي، وان الكاوتش خامته مش مناسبه للعربيه. يعني لما تشتري العربيه دي انت محتاج تغير طقم كاوتش، وان التكييف بتاعها صوت المراوح بتاعته عاليه، وان العزل الصوتي مش احسن حاجه. جي سي امباو عربيه بتقدم لك تجربه قياده رياضيه شبابيه رائعه بسعر مناسب جدا. وفي الختام شكرا ليك على المتابعه، اتمنى تكون استفدت من الفيديو، وما تنساش تتابعني على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك، هسيب لك اللينكات كلها في الوصف. كمان ما تنساش تسيب لي رايك عن العربيه دي في التعليقات، وكمان لو في عربيه عايزني اراجعها يا ريت تسيب لي اسمها في تعليق. شكرا ليك على المتابعه، مع السلامه.